السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كتب إنجيل مرقس. في البداية نحب أن نوجه أسئلة للعلماء المسيحية، وهي: أولا، من هو مرقس؟ ثانيا، ما هو الدليل على أن مرقس هو كاتب إنجيل مرقس؟ ثالثا، كيف وصل إلينا إنجيل مرقس؟ كما أن علماء المسيحية أيضا أجمعت بأن إنجيل مرقس بينتهي عند العدد 8 في الإصحاح الأخير، وأن بقية الأعداد مضافة. يعني الإصحاح الأخير اللي هو رقم 16 فيه أعداد مضافة من العدد 9 حتى العدد 20. تعالوا نشوف أقوال علماء المسيحية في هذا الكلام. متى المسكين في تفسيره صفحة 622 تحت بند القيام يقول: إن الآيات من العدد 9 إلى العدد 20 في الإصحاح 16 بقول علماء المسيحية أنها فقدت من الإنجيل، وقد تم إعادة كتابتها بواسطة أحد تلاميذ السبعين المسمى أرسطون، وكان يعيش في القرن الأول. ولكن هذه الآيات لم نتعرض لها ولم نشرحها، ولكن شرحنا شرحا مفصلا لعملية القيامة. انتهى كلام متى المسكين. والسؤال الآن: لماذا لم يشرح الأب متى المسكين هذه الأعداد؟ والإجابة بكل بساطة: لأنه رأى أنها أعداد مضافة لا تمت بصلة إلى إنجيل مرقس. أيضا متى المسكين في تفسيره لإنجيل مرقس صفحة 54 يقول: ما انتهى إليه العلماء في تقييم إنجيل القديس مرقس يقولون إن الإنجيل هو السابق على إنجيل متى وإنجيل لوقا، وقد تقاسما معا إنجيل مرقس ولم يتركوا منه غير 32 آية. انتهى كلام متى المسكين. هذا الكلام معناه إن متى ولوقا نقلوا من إنجيل مرقس نقل مسطرة، ولم يتركوا إلا 32 آية فقط لم ينقلوها في الأناجيل المنسوبة إليه. متى المسكين أيضا في نفس الصفحة يقول إن 19 إنجيل مرقس نقلت بحذافيرها في إنجيل متى، وأكثر من نصف إنجيل مرقس احتواه إنجيل لوقا، ويعتبر إنجيل متى نسخة مزادة لإنجيل القديس مرقس، وأن إنجيل لوقا وإن يبدو حرا لكنه يحتوي على الكثير من إنجيل مرقس. انتهى كلام الأب متى المسكين، وهذا يؤكد الكلام السابق بأن متى ولوقا قاموا بنقل مسطرة، يعني بالضبط نقل يعني تام من إنجيل مرقس. في الترجمة اليسوعية مدخل إلى إنجيل مرقس صفحة 120 يقول النص: يبدو لنا إن الإنجيل الثاني سلسلة روايات قصيرة على العموم خالية من الروابط الدقيقة. هل كلام الله توصفه علماء المسيحية بأنه سلسلة روايات؟ هل كلام الله سلسلة روايات؟ هل كلام الله يكون خالي من الروابط الدقيقة؟ هل كلام الله يكون خالي من الروابط الدقيقة؟ أيضا في الترجمة اليسوعية مدخل إلى إنجيل مرقس صفحة 124 يقول النص: إن مسألة مراجع مرقس بأسرها يرى فيها النقاد الذين يرون على وجه ويختلفون فيه على قدر ما يجعلون لمرقس شأن عندما يقارنوه بمتى ولوقا، فيرى بعضهم أنه الأصل. يعني العلماء بترى أن مرقس هو الأصل، مع أننا لا نعرف من هو مرقس، ولا يوجد لدينا دليل على أن مرقس هو كاتب إنجيل مرقس. أيضا في الترجمة اليسوعية مدخل إلى إنجيل مرقس صفحة 124 يقول النص: وهناك سؤال لم يلقى جوابا، وهو كيف كان خاتمة الكتاب؟ فمن المسلم به أن الأعداد من 16:9 إلى 16:20 قد أضيفت لتخفيف ما حدث بعد نهاية الآية 8 من توقف مفاجئ. انتهى كلام الترجمة اليسوعية. يبقى زي ما قلنا إن الأعداد من 16:9 إلى 16:20 لا تمت بصلة إلى إنجيل مرقس. من كتاب يسوع والأناجيل الأربعة لجون وودرين صفحة 251
يقول: أكد كليمندس السكندري أن مرقس كتب الإنجيل حيث أملاه عليه بطرس، وأن المسودة الأخيرة وافق عليها بطرس نفسه، غير أن إيريناوس يقول إن الإنجيل لم يكتب إلا بعد موت بطرس وبولس. انتهى كلام جون وودرين. يبقى الكلام ده معناه إن بعض العلماء قالت إن بطرس شاهد إنجيل مرقس، لكن البعض قال إن الإنجيل لم يكتب إلا بعد موت بطرس. فالسؤال الآن: هل بطرس شاهد إنجيل مرقس أم لا؟ أيضا ويليام باركلي في تفسير إنجيل مرقس صفحة 662 يقول النص: كما سبق وعرفنا في المقدمة إن إنجيل مرقس ينتهي إلى العدد 8 من هذا الإصحاح، أما الأعداد من 9 ل 20 فلم نجده في المخطوطات القديمة الموثوق بها، ويلوح أن أحدهم قد لخص عمل الكنيسة وحياتها ووضع هذا الملخص ليكون بديلا عن تلك النهاية المبتورة. انتهى كلام ويليام باركلي. يعني ملخص هذا الكلام أن كل العلماء اتفقت أن الأعداد من 16/9 إلى 16/20 لم يكتبها مرقس بأي حال من الأحوال. فلو افترضنا أن مرقس هو كاتب إنجيل مرقس، فمن الذي كتب هذه الأعداد الأخيرة؟ نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.